اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ولقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم دعوه للمشاركه. زي ما احنا عارفين كلنا ان الهدف من دعوه للمشاركه ممارسه الرياضه من اجل الصحه، والنهارده بنمارس مع بعض ركوب الدراجات ومع راكبي الدراجات من اجل الصحه، بدايه من شاطئ المنتزه وحتى مكتبه الاسكندريه. أعزائي مشاهدي برنامج دعوة المشاركة، النهاردة يمكن الجمعة قبل الأخيرة من شهر مارس، جو جميل، جو بدأنا نقول الدنيا ربيع والجو بديع هنا في اسكندرية، وبالتحديد من منطقة المنظرة، المكان الجميل اللي اتعودنا معاكم من زمان إن احنا نبدأ معاكم برنامج دعوة المشاركة. شايفين معانا النهاردة مجموعة من شباب لطاف ظراف رياضة حلوة جميلة سهلة للرياضة، من الرياضات رياضات التحمل زي ما احنا شايفين، رياضة الدراجات. بيستعد النهاردة معانا مجموعة شباب من اسكندرية هنا بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات، ان هم غاويين ان هم يمارسوا رياضة الدراجات. عشان كده اتفقنا معاهم وقلنا برنامج دعوة المشاركة اللي اعتاد معاكم دايما من زمان ان هو يبدأ معاكم رياضات زي الجري، زي المشي، زي السباحة، زي الراكت، شد الحبل، الطيارات للولاد، الرسم على البلاط، الرسم على الاسفلت، كل دي حاجات جميلة جدا. تابعونا في برنامج دعوة المشاركة من النهاردة معاكم من عند المنتزه لغاية مكتبة اسكندرية. هنشوف مع بعض مهرجان الدراجات من اجل الصحة وبيئة نظيفة وسياحة داخلية رائعة لولاد اسكندرية. في البداية سألنا المشاهدين والمشاركين عن فايدة الدراجات في حياتهم، وكانت إجابتهم كالتالي: فايدة العجلة وسيلة مواصلات رخيصة الثمن وحلوة للرجلين بقى والركب وكده. يعني رياضة مسلية مع أصحابي وكده، رياضة ونخس ونشاط وبتاع. رياضة مهمة برضه كده. رياضة يعني الرياضة زي أي رياضة، العجل بالنسبة لي أنا يعني رياضة، ويعني الجسم بتمشي على البحر كده، يعني رياضة والجو حلو حلو يعني وانت ماشي بالعجلة. رياضة بتنشط الدردة، ما احنا عاملينها حاجة خيرية، يعني منها حاجة خيرية ومنها ان يبقى تجمع كبير بيبين للناس ايه اللي احنا بنعمله ايه. الدراجات كوسيلة مواصلات، وسيلة نمرة 1 بيئية، بتحافظ على البيئة، ما بتسببش في تلوث. نمرة 2 بتحد من الزحام، مش زي العربيات بتاخد مساحة قليلة على الطريق. نمرة 3 اقتصادية، تكلفة الدراجة والمصاريف الدراجة أقل بكتير من العربيات. لو قدرنا إننا نخلي الناس تستخدم السستينبل ترانسبورت أو وسائل المواصلات البديلة زي الدراجات، الفيسبا، المترو، هنقدر إننا نتخلص من الزحام اللي موجود. هنقدر إن الفرد يوصل لبيته في وقت قياسي، غير ما بيضيع 2 و3 ساعات في الطريق. الوقت ده هيقدر يستفيد بيه في حاجات تانية، يقدر ينمي دخله، يقدر ينمي إمكانياته. أكيد هتفرق معانا إننا نتخلص من الزحام، هتفرق معانا جامد. ونتابع معكم أعزائي المشاهدين مسيرة المهرجان من المنتزه وحتى مكتبة اسكندرية، وإيه اللي قابلهم في الطريق، وتعليق الزميل الدكتور علاء متولي. زي ما احنا متابعين معانا اعزائي متابعي برنامج دعوة المشاركة، النهاردة بنعود بيكم الى شاطئ اسكندرية، شاطئ الجمال، مع الاسبوع قبل الاخير من شهر مارس 2012 بيعود برنامج دعوة المشاركة للشاطئ للسياحة الداخلية. شايفين شكل جميل جدا شبابنا اللي غاويين ركوب الدراجات. بنقول الدراجة شيء مهم جدا بالنسبة للي بيحاول ان هو يحافظ على المستوى البدني للدورة الدموية والقلب، لان الدراجة لازم نتفق مع بعض انها رياضة الدراجات رياضة من رياضات التحمل، ورياضات التحمل مفيدة بشكل عام للإنسان أكتر من رياضات القوة والسرعة لو حاولنا ان احنا نمارس رياضة من اجل الصحة. زي ما احنا شايفين، ودلوقتي احنا في منطقة
المنظرة، وهنمر وداخلين على منطقة العصافرة. معانا مجموعة من الشباب اللي جايين يشاركوا معانا في هذا المهرجان. مش هدفنا المنافسة قد ما هدفنا ان احنا بنمارس رياضة. الجميل جدا في المجموعة اللي بتشارك معانا النهاردة ان هي بتحافظ على الجو العام او الامان لهم، ان هم بيستخدموا الرصيف. طبعا احنا لسه الصبح بدري، محاولة ان هو يستفيد من جو اسكندرية النقي، من الطريق اللي لسه ما بقاش مليان. شايفين عدد جميل جدا معانا النهارده طبقا لاحصائيات المنظمين معانا لهذا المهرجان. في حوالي 215 شاب وفتاة مشتركين معانا في المهرجان النهارده، كلهم راكبين العجل، كلهم جايين عشان يشاركوا من اجل الصحة، من اجل اللياقة. Check that mic, make sure it sound right, boy. فلسفة تانية كمان عايزين نتكلم عنها، ودي يمكن بيستخدمها أهل جنوب شرق آسيا، وبالتحديد أهل الصين، إن بيستخدموا الدراجة كوسيلة من وسائل المواصلات. أنا لو فكرت إن أنا تبقى الدراجة وسيلة من وسائل المواصلات، ولو كان مكان اللي أنا فيه اللي رايحه قريب سواء من البيت للنادي أو من البيت للشغل بتاعي، وقدرت إن أنا استخدم الدراجة، أولا قدرت إن أنا أفيد الدورة الدموية والقلب عندي،
قدرت ان انا اقلل الزحام الموجود اللي بدأنا نستشعر بيه في كل مكان، مش في اسكندرية بس، ده في مصر كلها. قدرنا نبعد عن الآفة اللي هي شغالة معانا دلوقتي وهي قلة البنزين والسولار. فطبعا في فوائد كتيرة وعظيمة لممارسة الدراجات. ادينا اهو بنمر على مجموعات، والله معانا شباب يفرح، شباب جميل جدا، شباب اسكندراني حلو، جايين النهارده يستمتعوا بجو اسكندريه جميل. عايزين نقول ايضا من ضمن الفوائد ده نوع من السياحه الداخليه. لو انا النهارده فكرت في يوم زي ده ابدا يومي من 7 صباحا اقضي لغايه الساعه 10 11، بعد كده اروح اتشطف، ولو كان مسلم يقدر يتحرك ويروح للمسجد عشان يصلي الجمعه، ولو كان مسيحي هيروح بردك الكنيسه بردك بيروح. يعني عايزين نقول ان الجو العام لابد ان يكون بستخدم وقتي، بستخدم الرياضه من اجل التهذيب، من اجل حتى نبص المجموعه اللي معانا قدامنا هتلاقي وجوههم مبتسمه وهم بيبذلوا مجهود عشان يركبوا الدراجه. الدراجه شيء مهم جدا. عايزين نقول ان احنا بدايه برنامج دعوه المشاركه في التسعينيات ما كانش فيه في اسكندريه منطقه دراجات. النهارده بقينا في دراجات موجوده وفي ناس بتمارس الرياضه من اجل الرياضه. يمكن ماشيين مع المجموعه الاولانيه، في مجموعات كتيره مجرد ان احنا نوصل لمنطقه المكتبه. طبعا النهارده كان هدف المجموعه اللي بتنظم هذا المهرجان انه يكون سياحي ثقافي ترويحي في المقام الاول. بنقول للعالم اللي حوالين مننا اسكندريه بلد امنه، بلد جميله جدا بجوها بشواطئها. اسكندريه طبعا احنا بنحزن كده المصاروه وبنحزن الناس اللي بره اسكندريه، بنقول لهم بصوا انتوا بتيجوا في الصيف شايفين شاطئ سيدي بشر بيبقى عامل ازاي؟ اهو النهارده شاطئ سيدي بشر بيستمتع بيه اللي عايز ينزل يستمتع بيه في منطقه اسكندريه، حتى ولو كان واحد، حتى ولو كانوا 2. يمكن دي دعوه للسياحه الداخليه، دعوه للاسترخاء، لان اللي مجرد انك انت تنزل وتقضي وقت على البحر في يوم اجازتك، وطبعا قبل منها بيبقى يوم الخميس يوم راحه، فاكيد طبعا بتحس بقد ايه ان الحياه ممكن تتجدد معاك لو جمعت ما بين يوم الخميس ويوم الجمعه. وصلنا يمكن منطقه، احنا قدام دلوقتي شارع الاقبال في فيكتوريا، وداخلين على منطقه لوران، من المناطق طبعا الراقيه في اسكندريه. دي منطقه هنا هتبقى زي منطقه راحه وريست للمجموعه اللي مشاركه معانا في هذا المهرجان. متابعينا على قناه الاسكندريه. Check that mic, make sure it sound right, boy.